صح. اللعيبه قليله بتاخد جدا اللعيب وانت ومالوش حته ثانيه، مالوش وجهه ثانيه. فاللي انا عاوز اقوله انه انا عقود اللي هي زياده عن اللزوم. لا يعني دايما عقد احمد حسن مش انا اللي عامله. عقد شيكابالا، العقد بتاع شيكابالا، انا شيكابالا جه مكتبي وقال انه بيتنازل عن نص عقده في حضور الاستاذ عمرو الجنايني وفي حضور وكيله. مع يعني ده كان الاتفاق اللي كان معاه. لانه هو حتى الوالد بيتكلم بمنطق، بيقول لك اذا كنت انا مش قادر اخد الكبير، اخد المبلغ ده اللي انا هقدر، وكان الاتفاق على انه بيتنازل عنه لمده سنه. اللي هي السنه اللي فاتت. هل انا المسؤول؟ ايه العقود مستواها ده مستوى العقود بتاعت النادي الاهلي. انا سالت حسن حمدي لقيت نفس المستوى بتاعت العقود عندهم زي العقود عندنا. طيب مفيش حاجه هتكلم في نقطه ثانيه حضرتك. قضيه ان مفيش النهارده المناخ لا يسمح بان التدفقات الماليه اللي بتخش النادي تغذي هذا النشاط اللي هو النشاط الاساسي اللي هو نشاط الكوره. لان انت كل العقود اللي عندنا بحوالي 24 او 22 مليون جنيه او 22 مليون جنيه. احنا كان اصلا العقد الراعي معانا ايام جورنان الاهرام ما كان هو الراعي بتاعنا كان حوالي 26 27 مليون جنيه حازم. النهارده انا ما عنديش هذا الرقم. هذا الرقم هو اللي بيعجز اي حد على انه يغذي هذا الكلام. انا كنت بتصور ان يعني وكمان البث الفضائي ده، وده انا هتكلم فيه تاني معاك دلوقتي. البث الفضائي ده قضيه وهم، لانه اولا بيتعمل بطريقه حسابات تانيه خالص في دماغ الناس اللي هي عاوزاه يبقى كده. انما الطريقه المثلى ان هو يتعمل بيها البث الفضائي ان تطرح في مزاد عام ما بين قنوات تلفزيونيه، وزي ما كنا عاملينه يوم يجيب لك اكبر جيب. انما برضه بقول انه وبعدين انا مع الاسف بقول انت ازاي بتدي اتحاد الاذاعه والتلفزيون هذا الحق ب 70 مليون جنيه وانت تعرف منين انه 70 مليون جنيه ذا فير فاليو للدوري المصري؟ واذا خدت المبلغ ده وفصصته هتلاقي نادي الزمالك مش هينوبوا منه غير 5 مليون جنيه وما عندوش راعي. هل ال 5 مليون جنيه دول هيغذوا نشاط كرة القدم سواء عندي او عند غيري؟ مش هيغذوا حد. طيب انا عايز ارجع بس لورا كده نقطه يا فندم. حضرتك كنت بتتكلم على موضوع ان يعني اللجنه الاولمبيه والاتحاد الدولي، في ناس كتيره شايفه ان يعني ما ينفعش ان حد يستقوى بالخارج. يقال دايما كلمه استقواء بالخارج، وان دايما ان احنا في مصر هنا لما بنستقوى بالخارج دي حاجه تهين يعني السياده الكرويه المصريه. يعني شايف حضرتك دي من منطلق وطني، يعني الناس بتاخدها من منطلق الوطنيه. معلش وانا عارف ان في حد مسؤول قال انا جزمتي على رقبه اي حد هيشتغل ضد مصر، وانا كمان جزمتي على رقبه اي حد يشتغل ضد مصر. انما ناخد الموضوع ونبسطه في موضوع في نبسطه ونوجزه في حاجه بسيطه خالص. انا ماضي على الميثاق الاولمبي ليه؟ عشان اضرب الناس بالشلوت هنا واقول انا عنتر زماني وانا ابو زيد الهلالي؟ ما ينفعش. انت لازم ماضي على ميثاق اولمبي، لازم تحترم هذا الميثاق ولازم تبقى عارف بنوده ايه وتتصرف من خلاله. وانا اسف ان في لجنه قانونيه هو مشكلها مش متشكله في وزاره الرياضه، يجب انها تقرا الميثاق الاولمبي وتعرف حقوق مصر تقف